لأداء العمرة، للحرم، للطواف، للسعي، للصلاة في مكة. أريد الذهاب إلى مكة. من يحتسب منكم يا أبنائي يعمل الحجوزات ويوديني ويوصلني لأداء العمرة؟ التفت أبنائها بعضهم إلى بعض قالوا: يا أماه، قد رق عظمك واحدودب ظهرك وشاب شعرك ولازمتك أمراضك وأوجاعك، لا مقدرة لك يا أمة على أداء العمرة، أجليها بعدين لعل الله يغير حالك، تتماثلين للشفاء، تستطيعين للزحام وللعمرة وأدائها وتعبها. التفتت الأم إلى أبنائها وبناتها قالت: والله ما يردني عن الحرم ولا عن أداء العمرة إلا عقوقكم. من كان منكم يريد بري فليحتسب الأجر ويوصلني إلى مكة. قال أحد أبنائها: أنا سأرتب الحجوزات وسأرتب أمور السكن وكله وسأوصل أمي لأداء العمرة. ذهب الابن رتب الحجوزات من الدمام إلى جدة ومن جدة إلى مكة. يقول الابن: أخبرت أمي، استعدت أمي لأداء العمرة في الدمام، اغتسلت ولبست إحرامها، وفي الطيارة أهلت بالعمرة، لبيك اللهم عمرة. يقول ابنها: وصلنا مطار الملك عبد العزيز في جدة، استاجرنا سيارة، تعب وصب، السفر قطعة من جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قطعة من العذاب. وصلوا مطار الملك عبد العزيز، استاجروا سيارة، ثم ذهبوا إلى مكة. يقول: وصلنا إلى الحرم في منتصف الليل. يقول: قلت لأمي: قد استأجرت فندقا بجوار الحرم، ننام إلى الفجر بعدين نؤدي العمرة. يقول: فالتفتت إلي أمي وقالت: والله ما قطعت كل هذه المسافات علشان أروح الفندق وأنام، والله لا أفعل العمرة ولا أبدأ في مناسك العمرة. يقول: أخذت أمي ودخلنا الحرم، بدأت أنا وأمي في الطواف، فرغنا من الطواف بخطواتها المتهالكة، ثم صلت ركعتي الطواف، ثم بدأت أنا وأمي في السعي، أسعى بأمي على تلك العربية حتى فرغنا من السعي، قصرت من شعرها وبهذا تحللت من عمرتها. بقي على صلاة الفجر ما يقارب 2.5 ساعة. قلت لأمي، قلت: يا أمه نذهب إلى الفندق نرتاح ونجي نصلي الفجر هنا، أراك بك من التعب ما الله به عليم. يقول: التفتت إلي أمي قالت: يا ولدي أنت في حل، الله يبيح منك ويسامحك، أنت روح الفندق، والله أنك تعبت معي، الله يجزاك عني خير، روح الفندق وارتاح. أما أنا فوالله ما قطعت هذه المسافات ولا أتيت إلى مكة وإلى الحرم من أجل أن أنام، والله ما جيت إلا لأصلي وأقف بين يدي ربي. يقول: حاولت في أمي رفضت وامتنعت. يقول: فأخذت سارية المسجد، عمود في المسجد، واتكأت عليه وبي من التعب ما الله به عليم، ما طاوعني قلبي أروح الفندق أرتاح، والله بي من التعب ما الله به عليم. يقول: اتكأت على سارية في المسجد وأخذت أرمق أمي بعيني، أناظر في أمي وهي والله قائمة تصلي، ما أراها إلا واقفة، ما أراها إلا راكعة، ما أراها إلا ساجدة. يقول: وبعد ركعات وسجدات أمي سجدت، يا الغالي أم ذاك الشاب سجدت. يقول: ذاك الشاب فأطالت أمي السجود، أطالت أمي السجود، حتى قلت في نفسي: يا الله، أي دعوات تدعو بها أمي في سجودها، اللهم اجعل لي منها أوفر الحظ والنصيب. أطالت في سجودها حتى حدثتني نفسي بسوء. يقول ذاك الشاب: فقمت ثم أتيت إلى أمي، أنزلت رأسي بجوار رأسها، أخذت يدي على ظهرها وأمسح برفق: أماه أراكي قد أطلتي سجودك، أماه أراكي قد أطلتي في سجودك. يقول: أكلم أمي وهي ساجدة، لا تجيبني أمي ولا تلتفت لي ولا أسمع منها حركة. يقول: حركت أمي وإذا أمي قد فارقت الحياة وهي ساجدة، وإذا أمي قد ماتت ساجدة بين يدي الله بعد أداء العمرة وبعد تلك المناسك. أم ذاك الشاب قد ماتت وفارقت الدنيا، ماتت ساجدة بعد أداء العمرة.
يا أحبتي الكرام، أسألكم بالله، ألا تتمنى هذه النهاية؟ ألا تتمنى هذه النهاية في الحرم وبعد أداء العمرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: يا رسول الله ما عسله؟ قال: يسر له بين يدي أجله عمل صالح ثم انقبض على ذاك العمل، ثم انقبض على ذاك العمل. هذه ماتت ساجدة. تتبعت سيرتها وحالها، تتبعت سيرتها وحالها. لماذا تموت ساجدة؟ والله ما من أحد أمامي أو يسمع تلك الكلمات أو تلك العبارات إلا ويتمنى هذه الميتة وهذه النهاية. يا الله، لماذا ماتت ساجدة؟ لماذا فارقت الدنيا ساجدة؟ لأن عندها رصيد في حياتها. والله ما قدمت مباراة على صلاة، والله ما قدمت شاشة أو إنترنت ومحادثات وشاتات على صلاة، والله ما قدمت المخدة والفراش على صلاتها، والله ما قدمت شيء على صلاتها. رصيد حافل بالطاعات والعبادات. سمعت يا الغالي؟ رصيد حافل بالعبادات والطاعات. فكانت النهاية بعد أداء العمرة وساجدة. السبت الماضي أخبرنا أحد المشايخ في مدينة جدة عندكم هنا صلوا في جامع الكوثر على رجل تشادي مات صائما ومات ساجدا. يا أحبتي الكرام، السبت الماضي. أسأل نفسي وأسأل كل شاب يسمعني: ما تتمنى هذه النهاية؟ إذن لا تفوتك الصلاة، حافظ على الصلاة. طيب أنا أسألكم سؤال يا أحبتي الكرام، أسألكم سؤال. الآن وقت صلاة الفجر، في هذا الوقت بعد نوم ومشقة وتعب، اسألوا الأئمة والمؤذنين، أقل جماعة يحضرون إلى المساجد أليست في صلاة الفجر؟ بلى والله. طيب اسألوا الأئمة والمؤذنين، أقل صفوف أيضا أليست صلاة العصر؟ بلى والله. يا أحبتي الكرام، أنا بسألكم سؤال: هل الله جلت قدرته يا الغالي، يا كل مستقيم، يا كل صالح، يا كل من يسمعني، يا كل من تهاونت في صلاتك، اسمع هذه العبارات واسمع هذه الكلمات علها تغير الحال والواقع. هل الله جلت قدرته جعل وقت صلاة الفجر في هذا الوقت ووقت صلاة العصر في هذا الوقت عشان يعذبنا، عشان يتعبنا، عشان يشق علينا؟ أسألك بالله، هل الله جعلها في هذا الوقت عشان يعذبنا، عشان يتعبنا، عشان يشق علينا؟ لا والله، لا والله يا أحبة. طيب يا الغالي اللي تسمعني الآن في الصالة قدامي، اللي يحب الله يرفع يده. تحب الله صح؟ ورفعت يدك. والله ما عندي أدنى شك أنك تحب الله، وأن الله في قلبك عظيم، وأن الله في قلبك عظيم. والله يا الغالي ما جعل الله صلاة الفجر، يا من ضيعت صلاة الفجر في هذا الوقت. والله يا الغالي يا من رفعت يدك، ما جعل الله صلاة العصر في هذا الوقت إلا ليختبر الله حبه في قلوبنا. إلا ليختبر الله حبه في قلوبنا. يا من قدمت المخدة والفراش في صلاة الفجر على صلاتك، أين حب الله؟ يا من قدمت المباريات والمحادثات والقنوات، أين حب الله؟ يا مهموم يا مغموم، افزع إلى الصلاة. يا من تعاني الضيق والنكد والديون، افزع إلى الصلاة. يا من أتعبتك صروف الحياة، افزع إلى الصلاة. فهي وصية الله: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
ما كل إنسان يطيقها، كبيرة إلا على فئام من الناس، منهم يا الله قال الخاشعين، اللهم اجعلني وإياهم من الخاشعين. كررها الله في سورة البقرة ثانية وقال يا أيها الذين آمنوا. الله يناديك يا من تسمعني، يناديني ويناديك. اسمع التوجيه في حياتنا الدنيا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كم من حبيب وغالي صلى معنا صلاة الفجر وما أمهله القدر ليصلي معنا صلاة الظهر، أليس كذلك؟ كم من حبيب وغالي صلى معنا الظهر وما أمهله القدر ليصلي معنا العصر. وأنا وأنت يا الغالي يلي تسمعني، والله سيأتيني ويأتيك صلاة هي آخر صلاة نؤديها في هذه الحياة الدنيا. لكن أي صلاة هي آخر صلاة نؤديها في الحياة الدنيا؟ هل هي الفجر؟ هل هي الظهر؟ هل هي العصر؟ هل هي المغرب أو العشاء؟ سيحل بساحتي وساحتك صلاة هي آخر صلاة نؤديها وسنفارق الحياة بعدها. إذن يا الغالي، عشان تتغلب على شهوات وشاشات وقنوات ومباريات، اجعل كل صلاة في هذه الحياة الدنيا هي آخر صلاة تؤديها في هذه الحياة الدنيا. إذا كان هذا حالنا، عندها كنا بإذن الله عز وجل من الخاشعين الذين امتدحهم الله عز وجل في هذه الآية. كبيرة إلا على الخاشعين. أسأل الله يجعلنا وإياكم من يعظم الله عز وجل في صلاته. أنا أرفع يدي وبعد هذه الكلمات وبعد هذه القصص أعاهد الله، وما توفيقي إلا بالله، كما ما توفيقك يا من تسمعني إلا بالله، إني من اليوم ما أتخلف عن صلاة ولا أقدم مباراة ولا أقدم مخدة وفراش، لأني رفعت يدي اليوم وثمنها عند الله عظيم، وقلت أحبك يا الله